من مبادئ الهندسة اللي أنا اتعلمتها، اللي هو أي حاجة لازم تيجي تشتغلها بمنهجية. ممتاز. فتحديد اللوكيشن عشان بس لو الناس سمعت الكلام ده فهي تفتكر ان الموضوع ممكن يكون جنرال بقى او بالخبره بقى ان انا احدد اللوكيشن او اشوف كذا معيار، بس لا، هو في ليه منهجيات يعني، له منهجيات علميه. فهو يمكن في اربع طرق رئيسيه يعني عشان اقدر احدد اللوكيشن بالظبط يعني. وبتختلف بقى حسب النشاط، نوع النشاط ايه اللي انت هتنشئه، او الشركه بتاعتك بتنتج منتجات شكلها عامل ازاي، كمياتها قد ايه. يمكن اول طريقه اسمها كوست فوليوم بروفيت اناليسيس، اللي بيها انت بيبقى عندك في الاخر alternatives. يعني في اللوكيشن انت بيبقى عندك كذا بديل، انت بتبقى عايز تختار انسبهم يعني. ففي الاخر انت بتحلل التكاليف الثابته ايه، المتغيره ايه، وعارف الكميات بتاعتك. فانت حسب كمياتك فانت بترسم والله الكيرف بتاع كميات الانتاج مع الكوست، ماشي، وكفيكسد وفاريبل، وترسم الخطوط بتاعه كل بديل من البدايل، والله يبقى على حسب كميه الانتاج. لو كميه الانتاج بالشكل ده يبقى اللوكيشن ده هو الانسب، لو كميه الانتاج بالشكل ده ممكن يبقى alternative تاني هو الانسب، وهكذا يعني. دي اول طريقه. تمام. تاني طريقه يمكن اللي يسموها center of gravity method.